بونسوار ميزامي كومون ليفو. النهارده ان شاء الله هنبدا ناخد بعض التكنيكات كده بقى عشان نعرف فكره الجمله. اول حاجه هناخدها حاجه اسمها الارتيكل اند فيني، ادوات النكره. ايه هي ادوات النكره ولازمتها ايه وعشان ايه؟ انا عندي بالعربي الكلمه النكره اللي من غير الف ولام. بالانجليزي الكلمه النكره اللي ما فيهاش الف ولام. لما باجي اكتبها في جمله بالقواعد النحويه بحط يا الايه الان، ولما اجمع الكلمه بحط لها اس. بالفرنساوي حاجه شبيهه كده، عامل لي الان اللي هي شبه رقم واحد، والان والدي. الان أداة نكرة مع الاسم المفرد المذكر، الان أداة نكرة مع الاسم المفرد المؤنث، الدي أداة نكرة مع الاسم الجامع بنوعين. تمام. طب أدوات النكرة دي يا مس لها ايه؟ أداة النكرة لها شكل احنا شايفينه مكتوب، ولها صوت بنطقه، ملهاش ترجمة حرفية. يعني معرفش ترجمة حرفية لوحدها، هي مع الكلمة ترمز إن الكلمة حاجة واحدة مفرد مذكر، حاجة واحدة مفرد مؤنث، جمع. نشوف أمثلة كده. طب يا مس مع العقل ولا غير العقل؟ في الفرنساوي مفيش حاجة اسمها عقل وغير عقل، حي وغير حي، الأدوات مع أي حاجة. ناخد مثال، أما أقول أن ليفغ كتاب، أن ستيلو ستيلو قلم جاف، أنا مي صديق، أن ليسي مدرسة ثانوي، un professeur معلم. دي بعض الكلمات المذكرة. طب كلمات مؤنثة زي ايه؟ اما اقول une trousse ملمة، une amie صديقة، une fille بنت. طب عايزة اجمع اي كلمة من دول يا جماعة، ايه الوضع؟ تعمل ازاي؟ هنشوف كده واحدة واحدة معايا. لو انا قلت هنا انا مي صديق، لو قلت une amie صديقة، اكتشفت ان في مذكر وفي مؤنث. ما كل حاجه في الفرنسا هتمشي كده. عندي مثلا اون في بنت، ان ليفغ كتاب. انا عايزه اجمع الكلمات دي. والخطوه بعملها، الاداه دي هتجمع الى دي، والكلمه دي هحط لها اس مبدئيا كده. ديزامي ديزامي، دي في، دي ليفغ. في النطق يا جماعة عشان يبقى بس ايه عندي ملاحظة، حرف الاس لو اتحط ما بين اتنين فويال ينطق از، يبقى اوتوماتيك لو كلمة عندي بدأ بحرف متحرك قدامها الأداة بتاعتها جنب انطق ز بين الاتنين. دي زامي، ما ينفعش اقول دي امي، يبقى هنا في ز وهنا في برضه از. دي زامي دي زامي صديقات، دي في دي ليفر. طب يا مس هتيجي ازاي كسؤال؟ يعني برضه انا فهمت ان دي نكره، يعني مخليه الكلمه اللي وراها من غير الف ولام كترجمه بس، ومذكر ومؤنث. هديك مثال. لو انا خدت مثال اختياري وقلت والله سي يعني هذا يكون او هذه تكون امي، خدت الان ولا الان ولا الدي ولا الدو؟ لقيت 4 اختيارات كده فانا مش عارفه. بص، الادوات مكملات. يعني الكلمه اللي بعد النقط الاداه بتاعتها اللي بتكملها. الاداه مين؟ الاداه اللي لازم تتحط قدامها. يعني كلمه مذكر لازم اداتها مذكر، مؤنث مؤنث، جمع جمع. هبص على الكلمه دي كويس الاقي ان امي دي انا كنت حافظاها الكلمات يا مس كلمه مؤنثه، يبقى ان. تمام. طيب جمله كمان، لو قلت هنا الي امي، ادي يعني عنده، خدت الان ولا الان ولا الدو ابوستروف ولا دي؟ هبص كويس يا مس على الكلمة الاقي ان الكلمة معلش يعني فيها حرف الاس جمع، يبقى تاخد الأداة الجمع. علي عنده أصدقاء أو صحاب. تمام. كمان جملة، لو قلت هنا ندى
أمي. أنا مركزة على كلمة أمي عشان فيها مذكر ومؤنث كان نفس الاسم بس زودنا له اللي هو التاء المربوط. ندى عندها صديق، هل يا مس هاخد الأ عشان صديق ولا هاخد الإن عشان ندى ولا هاخد الدال؟ تعالي الأدوات مكملات الكلمة دي اللي بيكملها الأداة بتاعتها يبقى كلمة أمي مفرد مذكر بدأ بحرف متحرك مش هتفرق، يبقى أنا مين؟ يبقى ندى أنا مين؟ ندى لديها صديق. داكور؟ يبقى دي أول نوع عندي اسمه أدوات النكرة الأرتيكل انديفيني. النوع التاني من الأدوات اسمه الأرتيكل ديفيني، أدوات التعريف يعني ال بالعربي اللي هي بالإنجليزي ذا بس بالفرنساوي في مذكر وفي مؤنث وفي جمع. عندي لو وعندي لا وعندي ليه. نشوف كده اللو بيجي وراها اسم مفرد مذكر بس بدأ بحرف ساكن، هنا بيجي بدور الساكن. اللا اسم مفرد مؤنث بدأ بحرف ساكن، تمام كويس. اللي اسم جمع بنوعيه، حلو خالص. طب يا مس لو عندي كلمة بقى بدأ بحرف متحرك اتصرف ازاي؟ هناخد اللي ابوستروف وهنفهمها في الشغل دلوقتي. اسم مفرد سواء مذكر سواء مؤنث بس مبدوء بحرف متحرك. ناخد أمثلة كده. أما أقول هنا ليفغ، فرق الترجمة بس يا شباب، الكتاب. لو بروفيسور المعلم. لو كاييه الكراسة. الستيلو القلم الجاف. طيب أنا ملاحظة إن كل الكلمات اللي أنا كاتباها مفرد مذكر ملحوظة كويسة كلها بادئة بحرف ساكن. داكور؟ ماشي. ناخد المؤنث كده. لو قلت هنا لا سار الأخت، لا في الفتاة، تمام. لا تروس الملمة. كلها كلمات مؤنث بدأ بحرف ساكن، حلو خالص. طب يا مس أنا عندي كلمة أمي خدتها بمعنى صديق وخدت أمي بمعنى صديقة، أنا عايزة أقول الصديق وهنا الصديقة. ألاقي في هنا مشكلة، في بروبلم كبيرة، في فجوة صوتية هتحصل بسبب إن الأداة تنتهي بمتحرك والكلمة تبدأ بمتحرك. لو والله بالذات أدوات التعريف أدوات المعرفة مش أي أدوات. هشطب دي واشطب دي وأعوض عنها بالأبوستروف. يبقى الأبوستروف هي مش جديدة، هي عبارة عن أداة يا مذكر يا مؤنث ولكن الكلمة مفرد بدأ بمتحرك فاضطريت إن أنا أعوض أشيل الحرف ده والحرف ده وأعوض بالأبوستروف. عايزة أجمع بقى، فلما أقول مثلا لو ليفغ الكتاب هجمعها تبقى الأداة دي تتحول إلى ليه ودي ليفغ الكتب. طيب لما أقول مثلا لا في الفتاة عايزة أجمعها تبقى الله تتحول إلى ليه وكلمة فيه أحط لها حرف الأس. لمي الصديق الأبوستروف هي يا مذكر يا مؤنث تبقى ليه زميل الأصدقاء. ولو قلت لمي الصديقة يبقى ليه زميل صديقات، تمام. يبقى هاخد بالي ادي لو ادي لا ادي الابوستروف وهنا جمعتها باللي وطبعت الكلمة فيها اس من ورا. دكار. طب يا مس جينا ازاي في الاختيار شكل ادوات النكرة بالملي؟ طب يا مس هو ينفع احط نكرة معرفة مع بعض في اختيار واحد؟ طبعا هو ينفع، مش حاجة متنفعش، بس دي مرحلة متقدمة جدا من الفهم والوعي الكامل وإدراك الجملة. اللي يحدد لي الأداة هو الفعل مبدئيا، ولكن أنا دلوقتي هتعامل على أساس نوع واحد من الأدوات. لو أنا خدت مثال وقلت هنا إيه جيم أنا أحب، يحب ويعشق ويكره ويفضل ميزيك، نقدر إن أنا حافظة الكلمة دي ومؤنثة اللو لا للأبوستروف اللي. يبقى أنا لو اتكلمت هنا وقلت أنا أحب الموسيقى، الموسيقى كلمة مؤنثة يبقى جيم لا ميوزيك أحب الموسيقى. يبقى دي فكرتها في الاختيار. يبقى ده أدوات النكرة وأدوات المعرفة. داكور. نكمل إن شاء الله المرة الجاية فكرة بقى تكوين الجملة عندي إزاي. أوفوار.